بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. متابعينا مشاهدينا الأفاضل في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج فاسألوا أهل الذكر. نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوني باسمكم وباسم البرنامج أرحب بضيف الدائم فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا فضيلة الدكتور. أهلا وسهلا، مرحبا بكم بالمشاهدين. حياكم الله. يقول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر العظيم الذي ينتظره المسلمون من سنة لأخرى، ويعتبر من الشهور المميزة عند الإسلام والمسلمين، فهو شهر الصوم كما هو معروف. شيخنا الفاضل، بداية ماذا يعني رمضان لكافة الأمة الإسلامية؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يدرك شهر رمضان وممن يوفق لصيامه وقيامه، ويجعلنا من المقبولين فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم. شهر رمضان هو من أشهر الله تبارك وتعالى التي قال عنها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. فهو من الأشهر القمرية التي تأتي بعد شعبان وقبل شوال، هذا هو الشهر التاسع. وهنا نأتي قبل أن نأتي في الحديث عن ماذا يعني رمضان، لا بد أن نتكلم ابتداء عن أن الله سبحانه وتعالى اختار من بين الأزمنة هذا الشهر ليكون مكانا لأمرين عظيمين. الأمر الأول هو نزول القرآن الكريم، أي ابتداء نزول القرآن اختاره الله سبحانه وتعالى ليكون في هذا الشهر، شهر رمضان. الأمر الثاني اختاره أيضا ليكون مكانا لأداء أعظم شعيرة أو من أعظم الشعائر، وهي ركن من أركان الإسلام، وهو صوم هذا الشهر. إذن النقطة الأولى هو فضل الزمان، يعني ما يعنيه عند المسلمين هذا الشهر العظيم، يعني عندهم أن هذا الشهر من الأشهر الفاضلة التي اختصها الله سبحانه وتعالى بقوله: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فخلق الله عوالم الزمان واختار من بينها رمضان صياما، واختار من بينها الجمعة، واختار من بينها الصلوات الخمس وأوقاتها، واختار من بينها الأشهر الحرم، واختار في الأشهر الحرم أن يكون هنالك حج، وهكذا. فالأزمنة تختلف زمان من زمان إلى زمان، وما جعله الله سبحانه وتعالى زمانا لعبادة وشعيرة عظيمة فإنه من الأزمان الفاضلة التي خلقها الله واختارها. مكة والمدينة وبيت المقدس من أعظم البقاع التي يكون فيها التعبد أفضل. وخلق الله سبحانه وتعالى عوالم الإنسان وجعل من بينهم أفضل الناس محمد عليه الصلاة والسلام، وكذلك الرسل أولي العزم منهم. وخلق عوالم الملائكة وجعل منهم جبريل وميكال وإسرافيل، وهكذا. ربك يخلق ما يشاء ويختار. فما يعنيه عند المسلمين ابتداء أن هذا الشهر من الأزمنة الفاضلة، هذا مسألة مهمة جدا. وبالتالي الإنسان عندما يشعر بأن هنالك زمان فاضل فإنه يحرص على اغتنام هذا الزمان، لا يمر عليه الزمان كما لو أنه زمانا كغيره من الأزمنة. فكما أننا نراعي حرمة الأشهر الحرم مثلا في المعاصي والذنوب وكذا، وأن الإنسان يمتنع فيه عن كثير مما نهى الله سبحانه وتعالى، ويشدد في نفسه في ذلك، حتى إن العربي كان إذا وجد قاتل أبيه لا يقتله في الأشهر الحرم رعاية لهذا الزمان وهذا التوقيت. فإن أول نقطة ما يعنيه عند المسلمين هو أفضلية الزمان. جميل. هذه الأفضلية أنا ذكرت بأنها تمثلت في نزول القرآن الكريم
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. وهنا نلاحظ سبحان الله هذا الاختيار له دلالات عظيمة جدا، وإن شاء الله يمكن نأتي إليها في سؤال آخر. لكن أن يكون مكانا لنزول القرآن، ونزول القرآن الكريم هو أعظم كتاب اختص الله به البشرية في ختام عهدها وختام مسيرتها، وهو الكتاب الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا مما يعنيه عند المسلمين أن هذا الشهر ليس شهرا عاديا، جعله الله مكانا لنزول القرآن. ثم أيضا في نفس هذا الشهر جعل الله سبحانه وتعالى نزول القرآن في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وهذه الليلة أيضا تعني عند المسلمين الكثير، وهو أن هذا رمضان الذي نحن إن شاء الله مقبلين عليه فيه ليلة القدر، وهذه الليلة الثواب فيها يعدل أو خير من 1000 شهر، أكثر من 83 سنة من التعبد لله سبحانه وتعالى. فإذا رمضان ابتداء أول ما تذكره للمسلم فإنه يعني نزول القرآن، يعني صيام رمضان، صيام هذا الشهر، يعني ليلة القدر، يعني النفحات والبركات، يعني قيام الليل اللي هو من صام رمضان وقام رمضان إيمانا واحتسابا، ويعني حقيقة الكثير في الاستعداد النفسي والروحي بالنسبة للمسلمين وهم يقبلون على هذا الشهر العظيم. جميل. في رمضان يمسك المسلم من الصباح وحتى المساء، ما الحكمة الربانية ولماذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بالصيام في رمضان؟ الحكمة طبعا هنالك حكم نطق بها القرآن الكريم ويسمونها العلل المنصوص عليها نصا، وهنالك العلل المستنبطة استنباطا. نلاحظ أن القرآن الكريم فيما يتعلق بشهر رمضان الحكمة فيه ظاهرة والمقصد فيه واضح في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهنا نلاحظ لعلكم تتقون، بيّنت الحكمة والمقصد والغاية التي يراد من هذا الصيام. فالله سبحانه وتعالى غني عن أن نجوع، وغني عن أن نعطش، وغني أن نمتنع عن الرغبات والشهوات، ولكن العليم الخبير بنا لا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير. يعلم الله سبحانه وتعالى ما يصلح أحوالنا ويصلح كياننا ويصلح أرواحنا ويصلح أبداننا ويصلح ويشفي أجسادنا. فالله سبحانه وتعالى لما فرض علينا هذه الفريضة في هذا الشهر وأمرنا بالامتناع عن الأكل والشرب والجماع من طلوع الشمس من طلوع الفجر حتى غروب الشمس، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم أن في ذلك مصلحة لهذا الإنسان، وهو تحقيق التقوى. والتقوى باختصار شديد جدا هو الوقوف عند حدود الله سبحانه وتعالى واستصحاب قضايا الحقوق، بمعنى الإنسان لا يفرط في حقوق العباد الواجبات ولا يقتحم المحرمات. فالحد الأدنى للتقوى هذا هو، وهو الذي يعني من حققه يكون إن شاء الله مستحقا أو مستوجبا لجنة الله سبحانه، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فالتقي هنا، التقي في هذا المقام تحديدا هو من حقق تقوى الإسلام، لأن هنالك تقوى الإيمان وتقوى الإحسان، عندنا 3 من أنماط التقوى، لكن تقوى الإسلام هي المؤهلة لدخول الجنان. من فرط في تقوى الجنان والتفريط فيها يكون باقتحام الحرمات والتفريط في الواجبات. فمن فرط في الواجبات وفرط كذلك في أو اقتحم المحرمات فإنه جانب التقوى. والصيام يفيد في أنه محقق لهذا الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصيام جنة، والصيام جنة. فهو يمنع الإنسان، أولا يمنعه في الدنيا من المعاصي والذنوب واقتراف المحرمات، ويمنعه في الآخرة من اقتحام النار والعياذ بالله. جميل. إذن له أجر في الآخرة ويمنعه من اقتحام النار، وكذلك في الدنيا عن المعاصي والذنوب. على من يجب الصيام وما هي أركانه الأساسية؟ الصيام يجب على كل مسلم حر، على كل مسلم مكلف. وكلمة مكلف عند الفقهاء تعني العاقل المميز، يعني لا هو مجنون ولا هو أيضا غير راشد وغير بالغ. فالمسلم من ذكر وأنثى المكلف اللي هو الشخص الذي بلغ الرشد، وفي نفس الوقت عاقل ليس مجنون، وفي نفس الوقت مقيم غير مسافر، وقادر غير عاجز، وخالي من الموانع. والخلو من الموانع نعني بها الخلو من الحيض والنفاس بالنسبة للنساء.
فمن توفرت فيه هذه الأشياء فإنه يجب عليه الصيام، لكن يبقى بعد ذلك يجب عليه الصيام بشروطه. يجب عليه الصيام بشروط، يعني تقريبا أدرجتها أنا. هذا هو: يجب على كل مسلم قادر بالغ راشد مقيم خالي من الموانع. هذه جملة من الشروط على كل التي إن شاء الله تصح معها عملية الصوم. جميل. هل هناك موانع غير ما ذكرتم شيخنا؟ المانعان الأساسيان هما طبعا في موانع تتعلق بالأزمنة في غير موضوع الصيام اللي هو الصيام الفرض، يعني مثلا كأن يصوم الإنسان في الأيام المنهي عنها صيام، هذه في صيام النفل. في صيام النفل في موانع، لكن بالنسبة لرمضان الموانع الأساسية التي تمنع الإنسان من الصوم هو ما يتعلق بالنساء، الحيض والنفاس هي المانعة للصوم. جميل. هل يكفي للمسلم هل يكفي للمسلم أن ينوي صيام رمضان لمرة واحدة قبل بدايته، أم يجب عليه أن يجدد النية في كل يوم؟ جيد. بس نسيت موضوع الأركان. طبعا نحن موضوع الأركان الصيام يقوم على ركنين أساسيين. جميل. ركنين أساسيين. من جعل النية ركن في الصيام جعلها الركن الأول، لأنه لا يصح صيام إلا بإيه؟ نية. إلا بنية. والأعمال كلها إنما الأعمال بالنيات. وبالتالي هذه النية يشترط فيها التبييت، يشترط فيها التبييت. ونأتي هنا إلى سؤالك، وهو هل الإنسان فعلا يجددها كل يوم ولا لا؟ الصحيح أن الصيام المتتابع اللي هو صيام شهر رمضان، كفارة القتل وكفارة الظهار وغيره من الصيام الذي لا يكون فيه انقطاع متصل ببعضه البعض، تكفي فيه نية واحدة. إلا إذا حصل أن الشخص انقطع بسبب من الأسباب، المرأة جاءها حيض، جاءها نفاس، الرجل جاءه سفر، جاءه مرض فانقطع، هنا حصل انقطاع في النية، فإذا بدأ من جديد يجدد يجدد نيته. لكن شخص مواصل من بداية الشهر إلى نهايته فإنه يكفي فيه إن شاء الله موضوع النية الأولى في رمضان. ولكن إن حرص الإنسان أن يجدد نيته في كل يوم فإن ذلك إن شاء الله أفضل وأولى وأحضر للقلب في أن يكون الإنسان مستحضر لهذا الجانب. الجانب الأول هو موضوع النية. منهم من قال والله النية شرط وليست ركن، بمعنى الركن ما كان جزء من ماهية الشيء. نعم. فالتعريف بالماهية، إذا أردنا أن نعرف الصيام بالماهية، هو الامتناع عن الأكل والشرب والجماع. فالامتناع عن الأكل والشرب والجماع في زمان معين من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، من فعل ذلك فهذا هو الركن الأساسي. وبالتالي وهو عند المالكية تحديدا اعتبر كثير منهم بأن النية شرط، باعتبار أنها خارجة عن خارجة عن ماهية الصيام، ليست داخلة في ماهية فجعلها شرطا. ومنهم من جعل النية ركن أساسي في الصيام، لأنها يبتدأ بها وبالتالي هي جزء من ماهيته. على كل اعتبرنا أن النية جزء من الأركان فهو ركنان: الركن الأول النية بشروطها، والركن الثاني الامتناع عن الأكل والشرب والجماع من وقت معين إلى وقت معين. إذن هل هناك أركان أخرى غير ما ذكرتم؟ هذه هي الأركان التي يقوم عليها إن شاء الله الصيام. جميل. وما كفارة من أفطر في رمضان أو مارس الجماع؟ كفارة الصيام، كفارة من أفطر في نهار رمضان، أول شيء نؤكد على أن موضوع الإفطار في نهار رمضان كبيرة من الكبائر وأمر عظيم واقتحام لما حرم الله سبحانه وتعالى، ومنافي تماما لمقاصد الشارع من الصيام، ولا يقوم بذلك إلا جاهل بأحكام الله سبحانه وتعالى أو مقتحم للمحرمات والعياذ بالله، فاقد للعدالة. يعني لا يكون هنالك شخص عاقل وواعي ومدرك للأحكام ويخاف الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك يقع فيه. لكن يحصل أحيانا أن الشخص مثلا تغلبه شهوته، فمثلا شاب ويكون مثلا بحاجة إلى زوجته، فبعض الناس يخطئ في ذلك فيقع منه. على كل من كان واقع زوجته في نهار رمضان اتفاقا هذا عليه طبعا صيام شهرين متتابعين، كفارته شهرين متتابعين. يعني لو صام منها 50 يوم ثم قطع يبدأ من جديد. طيب، هل يلحق بموضوع الجماع؟ يلحق بها أيضا من أفطر عمدا من غير، يعني لم يجامع لكنه أفطر. منهم من قال بما أن الصيام في حقيقته امتناع عن الطعام والشراب فإنه يلحق
يلحق بالجماع. ومنهم من قال والله يا أخي الجماع عليه دليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالقياس عليه قد لا يكون قويا. فعلى كل المسألة فيها خلاف. منهم من قال لا يعوضه وإن صام الدهر، منهم من قال لا يعوضه وإن صام الدهر من أفطر عامدا في نهار رمضان. ومنهم، وهذا قول أيضا لبعض المذاهب وهو قول مشهور، هو أن من أفطر ومن جامع كلاهما عليه القضاء وعليه الكفارة، فيقضي هذا اليوم الذي أفطر فيه ثم بعد ذلك عليه كفارة 60 يوم. ماذا عن ماهية دخول الشهر الفضيل وثبوت رؤية الهلال من عدمه والموضوع بشكل عام؟ طبعا بالنسبة لموضوع ثبوت الرؤية تكون بواحدة من ثلاث، إما برؤيته من عدلين من العدول، وإما برؤية الجمع الغفير المستفيض، الرؤية المستفيضة التي تفيد العلم، وإما بأن نكمل شعبان 30 يوم. صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. وبالتالي هنا الجمهور يرون بأن والله الأصل في موضوع الصيام وثبوت الشهر هو الرؤية، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. قضية إن والله يتم الاستفادة من الحساب من الفلك من كذا، كل ذلك فيما يعزز موضوع الرؤية، فيها على كل تفاصيل كثيرة جدا في إنه والله كيف يتم تعزيز الرؤية، كيف يتم الاستفادة من الحساب، لكن الجوهر فيها أن يراه عدلان من المسلمين، أو يراه جمع غفير من المسلمين، أو إذا غم علينا وكان هنالك غيم أو كان هنالك سحب فإننا نكمل شعبان عدة شعبان 30 يوما ثم نبدأ بعد ذلك. هنا تأتينا مسألة وهي مهمة جدا بيان أحكامها، وهو أن الناس سبحان الله أول ما تأتي قضية الليلة الأخيرة من شعبان نجد الناس طبعا البلدان مختلفة، هنالك تباينات كبيرة جدا، بعض البلاد مثلا تتبع بعضها البعض والبعض الآخر يعني دخلت فيها عملية التسييس، يعني بعض البلدان لا تصوم إلا برؤية مجمعها الفقهي ورؤيتها الداخلية في بلدها. فعلى كل مع أن الواقع الراهن كان يمكن أن يكون واقعا لتوحيد الأمة وتوحيد الرؤية من خلال إذا ثبت في بلد من البلدان يمكن أن يعلم بالوسائط المتاحة، ولكن بما أن الاختلاف الآن الحاصل في البلدان وغياب الخلافة الراشدة وغياب الإمام الجامع للأمة الذي يقول للناس صوموا أو أفطروا، فإن الذي ننصح به أن يصوم أهل كل بلد برؤيتهم ولا يخالف الناس، لأن كثير من البلدان يحصل فيها حقيقة اضطراب ومشكلات بين من يصوم برؤية بلد آخر ويختلف مع أهل بلده، وتحصل هنا طبعا كثير من الإشكالات، وبالتالي هذه أيضا من الأشياء اللي لا بد أن ننصح بها الناس. أضف إلى ذلك عندنا أيضا المسلمين في أوروبا تحديدا عليهم أيضا أن يلتزموا بالمجامع الفقهية التي عندهم وإعلانها للصيام وإعلانها كذلك للفطر. جميل. طيب ما هي أهم العبادات التي يجب على الإنسان الإكثار منها في رمضان؟ في رمضان طبعا نحن الآن ذكرنا أمرين عظيمين هما أصل رمضان. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فعندنا الأمر الأول هو أن يؤدي الإنسان في هذا الشهر الصوم على أفضل وجه، فلا يرفث ولا يشتم ولا يسيء ولا يعني يأتي بما يخدش في صيامه، فإن سابه أحد أو كذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليقل إني صائم إني صائم. هذا الجانب الأول اللي هو كيف تستطيع أن تخرج من هذا الصيام وهو على أفضل وجه، وتسأل الله سبحانه وتعالى في نهايته أن يتقبله الله سبحانه وتعالى. فإذا أعظم أعمل في رمضان هو موضوع الصوم، هذا واحد. يلي بعد ذلك وهما مرتبطان شهر رمضان فيه الصيام وفيه كذلك تلاوة القرآن. لما كان محط نزول هذا القرآن هو شهر رمضان فإن ذلك من أعظم ما يتم التقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الإنسان عليه أن يكثر من قراءة القرآن. هنا طبعا الناس يتفاوتون، منهم من ينتفع بالتدبر أكثر من الإكثار يعني تجده لا يقرأ كثيرا ولكنه يقرأ بتدبر، يمكن أن يقرأ جزء في اليوم، ولكن هذا الجزء تجده يرجع فيه إلى التفاسير، يتعرف على المفردات، يكرر الآيات بما يجعلها تؤثر في قلبه وفي وجدانه وفي دواخله. هذا قد يكون أنفع له من الشخص الذي يحاول
أن يقرأ قراءة عاجلة وحريص على أنه والله يسجل عدد من الختمات في رمضان، ولكن لما تسأله فيما استفاده من هذا الشهر، هو صحيح استفاد بلا شك كل حرف في القرآن الكريم ب10 حسنات، لكن الله سبحانه وتعالى يقول كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته. فموضوع التدبر، تدبر آيات الله هو المقصود الأصلي من إنزال الكتاب. قضية أنك أنت والله تستفيد من الأجور هذا طيب، لكن كيف تجعل هذا القرآن مؤثر عليك في دواخل من خلال التدبر، من خلال الوقوف على التفاسير، من خلال تتبع الآيات المؤثرة وتكرارها والوقوف عندها، من خلال أنك أنت والله كل آية تحاسب فيها نفسك. هذه على كلنا الطريقة التي ينصح بها في موضوع، يعني حتى لو ختم الإنسان ختمة واحدة أو ختمتين ولكن كان فيها متدبرا أو مراجعا لحفظه إذا كان أيضا ممن نسي حفظه، فهذا أفضل من قضية أن أنت والله تختم 10 أو 5 مرات. فهذا لا بد من الالتفات إليه. الجانب الثالث أيضا في رمضان عندنا القيام. لا بد من الإنسان أن يحرص على قيام شهر رمضان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع الصيام قال: ومن صام رمضان أو ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. هنا سبحان الله عندنا 3 أشياء فيها غفران ما تقدم من الذنوب: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. هذه ال3 سبحان الله كلها فيها غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه من الأشياء العظيمة جدا على الإنسان أن يحرص على الصيام، يحرص على القيام، يحرص على إدراك ومحاولة إدراك ليلة القدر. هذه أشياء أساسية. عندنا بعد ذلك أشياء إضافية يمكن أن تكون إن شاء الله: الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى تحميدا وتسبيحا وتهليلا واستغفارا. أيضا من الأشياء المهمة جدا في رمضان التوبة. كثير من الناس يكون عنده كثير من الذنوب خلال العام، ويستفيد من شهر رمضان في أن يخلع عن كثير من ذنوبه ومعاصيه، وخاصة الكبائر التي تلازم الإنسان ولم يجد الفرصة التي يكون فيها شاد على عزمه حتى يكون تارك للمعاصي. فإن التوبة أيضا من الأشياء التي تكون إن شاء الله في هذا الشهر. أيضا من الأشياء المهمة جدا في شهر رمضان صلة الأرحام. يعني كثير من الناس لا يلتفت حقيقة إلى أرحامه، والأخطر من ذلك أن تدخل على رمضان وأنت عندك مشكلة مع أهلك وأقربائك وأرحامك، فهذه طبعا قضية خطيرة جدا. ولذلك في هذا الشهر مطالب الإنسان أن يصل رحمه ويقف عليهم. أيضا الوقوف على الأيتام والفقراء والمحتاجين والمساكين وتفقد أحوالهم وتفقد الجيران، كل ذلك يدخل أيضا من أعمال رمضان. أضف إلى ذلك زيارة المرضى لمن تيسر له ذلك في شهر رمضان أيضا. كذلك القيام بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتعليم الناس لمن أوتي أيضا علما وأوتي حكمة، فإنه يكلف أيضا أن يكون في هذا الشهر المبارك ممن ينطلق في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأعمال الكبيرة اللي حقيقة اشتهر بها شهر رمضان الجهاد في سبيل الله لمن تيسر له كذلك. هذه أيضا من الأبواب على كل التي هي إن شاء الله تنفتح لمن وفقه الله. فأبواب الخير كثيرة، ونحن ما علينا إلا أن نقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. هذه المسارعة تكون بكل ما تيسر الإنسان. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: كل إنسان يعرف بما ينفعه. بعض الناس تجده ينتفع بالقرآن، بعض الناس ينتفع مثلا بالزيارات، بعض الناس ينتفع بالعمل الخيري، بعض الناس ينتفع بالدعوة إلى الله، بعض الناس ينتفع بذكر الله سبحانه وتعالى والخلوة، بعض الناس ينتفع مثلا بالقيام وطول القيام. فعلى الإنسان أن ينظر إلى نفسه وما ينفعه في كل هذه القضايا التي ذكرنا إن شاء الله. جميل. ماذا عن أجر قيام الليل شيخنا؟ هل يجب على الإنسان أن يصلي التراويح ويصلي قيام الليل التهجد ليدخل في من قام ليلة، أم أنه يكتفي بالشفع والوتر، أم ماذا؟ هو القيام المقصود هو نفسه هذا، سواء بدأناه في بداية الليلة أو كان في أواسط الليلة أو كان في أواخرها، هذا كله قيام. وبالتالي من استطاع أن يصلي في أول الليل جاز له ذلك، ومن صلى في أوسطه جاز له ذلك، ومن أيضا أراد أن يؤخر فيجعل قيامه في الثلث الأخير جاز له ذلك. ولكن من دخل مع الإمام في صلاة فالأفضل له أن ينتهي معه ولا ينصرف، لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى مع إمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة.
فالإنسان إذا دخل مع الإمام عليه أن ينتظر هذا الإمام، وحينها إن شاء الله يكون قد قام هذه الليلة، ما دام أنه التزم مع إمامه ولزم الإمام حتى انتهى من صلاته، فإنه إن شاء الله يكون قد قام الليلة. جميل. طيب قد يقول قال أني في صلاة التراويح أو صلاة القيام أنا أستمع إلى القرآن وأتدبره، فهل يغنيني هذا عن التلاوة؟ على كل هذا لا يقال لشخص دخل على رمضان إلا أن يكون من الذين، طبعا الناس ليسوا سواء حتى لا نعمم، يعني بعض الناس قد تكون طبيعة أعمالهم لا تسمح لهم إلا هذا النوع من السماع والدخول الاستماع إلى كتاب الله ويحرص مثلا أن يذهب إلى مسجد فيه تلاوة جزء كامل فيذهب ويحرص إلى الاستماع فيه وكذا. لكن مع ذلك نقول له سواء كان التلاوة قليلة أو كثير، اجعل لك في هذا الشهر المبارك نصيب من تلاوة القرآن. يعني لا يعقل شخص والله يمر عليه رمضان ويكتفي فقط بما يسمعه من تلاوة في القيام، لكن أحيانا بعض الناس ربما لا يتيسر لهم إلا ذلك، فهذه قضية على كل الناس ليسوا فيها سواء. يعني من الناس من أعمالهم تجبرهم على ذلك، وقد لا يكون من الذين مثلا أتيحت لهم فرصة القراءة أو الحفظ فيضطر إلى أنه والله يستمع إلى كتاب الله من خلال التزام التراويح. طيب شكرا لك شيخنا. متابعينا ومشاهدينا الفاضل، فاصل قصير ونعود إليكم فابقوا معنا. يا معاشر المؤمنين، التوجيه النبوي لكم أنتم أيها الشعوب المعنيون بهذا. فأين القلوب المؤمنة التي تطاطئ رأسها لله سبحانه وتعالى وتتسابق في أوامر الله من الحجاب والعفة والصلاة والصيام والزكاة؟ هذا الفتى خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا مخلصا مدافعا لهذا الدين. هذا هو ديننا وهذه هي رسالة سلام. وهذا البرنامج يتناول تاريخية اللغة العربية في مر العصور والدهور، ومن حيث نهضتها وانتشارها. كان العديد من جهابذة العربية من أصول غير عربية تنوعت بين الفارسية والرومية وصولا إلى بربر المغرب العربي. ستظل رابطة تؤلف بيننا، فهي الرجاء لناطق بالضاد. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ عدنا لكم مستمعين ومشاهدين الأفاضل بعد هذا الفاصل القصير. نستكمل وإياكم دكتور حسن. دعنا نسأل الآن، ما هي فضائل هذا الشهر المعظم؟ جزء من الفضائل يمكن أنا بدأت به،
هو أن هذا الشهر الله سبحانه وتعالى اصطفاه لأن يكون مكانا لنزول القرآن الكريم، وجعله سبحانه وتعالى مكانا لإقامة الصيام. هذا فضل في ذاته، لكن هنالك أجور على كن رتبها الله سبحانه وتعالى على موضوع الصيام. أولا، الصيام يندرج في أبواب الصبر، والله سبحانه وتعالى جعل موضوع الصبر موكولا إليه. إن الله يوفي الصابرين أجرهم، إنما يوفى الصابرون أجرهم غير حساب. نفس الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم لي إلا الصوم، فإنه كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فكون الصيام لله سبحانه وتعالى على كل فيها تأويل كثير جدا. فيها تأويل في أن والله الصيام حقيقته حقيقة الصائم لا يعرفها إلا الله سبحانه وتعالى. يعني كثير من الناس يمكن أن يرونك تصلي لكن لا يدركون حقيقة أنك والله تأكل في الخفاء أو لا تأكل، هذه لا يدركها إلا العبد وربه سبحانه وتعالى. فعلى كل جعل الله سبحانه وتعالى موضوع الصيام إليه سبحانه وتعالى في أجره. يعني مثلا نحن الأحاديث نصت على أن كل عمل يكافئ الله فيه الحسنة ب10 أمثالها إلى 100 ضعف، بل إلى 700 ضعف. لكن سبحان الله قانون الصيام هذا لا يدخل ضمن هذه المعادلة، معادلة 10 100 700 ألف. لا، هو أمره أعظم من ذلك، وكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. فكأنما يقول لك والله موضوع الصيام أجره سر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه أول نقطة مهمة جدا. الأمر الثاني: الصيام جنة، كما جاء في الحديث: الصيام جنة. هذا فضل أيضا، جنة من النار وجنة من الذنوب والمعاصي في الدنيا. أيضا الصيام مما جاء فيه أنه مانع من النار، مانع من النار، أو يحجب الإنسان عن النار. أيضا الصيام كفارة من الكفارات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم. فكأنما ما بين الجمعة إلى الجمعة مكفرات، والصيام إلى الصيام إذا كان هذا مكفر أسبوعي فإن من الصيام إلى الصيام مكفرات سنوية. قال النبي: بشرط ما اجتنبت الكبائر، فكأنما كل الصغائر تكفر بالصيام إذا كان الإنسان يعني وفق إن شاء الله لهذا الموضوع. أيضا في هذا الصيام عندك فيه فضل قيام الليل. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له من ذنبه. وكذلك ليلة القدر التي فيها يعني الإنسان يعني يعادل فيها عمر إنسان كامل 83 سنة، وكأنما أعمار هذه الأمة القصيرة عوضها الله سبحانه وتعالى بهذه الليلة المباركة، هذه الليلة التي يضاعف فيها الأعمال وتضاعف فيها الأجور. أيضا من الأشياء المهمة جدا في شهر رمضان أن الأبواب فيه، أبواب الجنان تفتح وأبواب النيران تغلق. أيضا من هذا الشهر وأفضاله أن الشياطين تصفد، مردة الشياطين يصفدون، ولا يكون تأثير الشيطان على ابن آدم كما هو خارج رمضان. فحقيقة الفضائل في هذا الشهر المبارك كثيرة وكبيرة جدا، وخاصة فيما يتعلق بالذنوب والمعاصي والآثام، وما يتعلق كذلك بغفرانها والتجاوز عنها، وكذلك ما يتعلق بمضاعفة الحسنات في هذا الشهر المبارك. كل ذلك يندرج عموما في هذا الشهر المبارك الذي جعله الله سبحانه وتعالى صياما للناس وقياما. جميل. ذكرتم في البداية شيخنا أن شهر رمضان فضل بأن القرآن نزل فيه، وقال الله تعالى: في هذا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ما الحكمة من نزول القرآن في هذا الشهر المبارك؟ أولا موضوع الحكمة هنا حقيقة يعني في لماذا أنزله الله قد لا يكون منصوص عليه. نحن لا نستطيع أن نقول والله مقصود بحكمة واضحة، هذه الحكمة هي كذا نص عليها القرآن، كما ذكرناه في تشريع الصيام. وقلنا تشريع الصيام لعلكم تتقون. لكن أما لماذا أنزله الله في هذا الشهر، حكمة يعلمها الله. لكن بعض العلماء حاول أن يجتهد في هذا الموضوع، فربط مثلا بين أمرين: بين قول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم الصيام لعلكم تتقون، وبين قول الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالكتاب فيه هداية وفيه رشد وفيه دلالة للخير، هذا في الجانب العقلي. كأنما بالكتاب تنير الطريق وتزيل الشبهات، وبالصيام تتحرر من الشهوات.
فربط الله سبحانه وتعالى ما بين ما ينير لك الطريق بإزالة الشبهات وعلم الحقائق، وما بين ما تحققه من خلال التجرد عن هذه النفس وأهوائها وشهواتها، فيتحرر الإنسان بالصيام من السلوكيات الخاطئة، وبالتالي يحقق الإنسان إنسانيته بصيامه، فيتحرر من الشهوات ويتحرر من الشبهات، وبالتالي جعل الله سبحانه وتعالى الأمر مرتبط بذلك. في نقطة مهمة جدا، وهو أن الله سبحانه وتعالى كأنما جعل موضوع الصيام شكرا لنزول القرآن. هذه لها ارتباط. يعني مثلا الله عز وجل يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. كأنما الله عز وجل يقول لك: والله أعظم ما أنزلت إليك من الهدايات هو هذا القرآن ويلزمك الشكر. عشان كده الآية ختمت بإيه؟ قال: لعلكم تشكرون. لعلكم تشكرون. فأيضا هذه من الحكم اللي يتم تلمسها إن شاء الله من آيات الصيام، ولعلنا إن شاء الله في حلقة المقاصد، ربنا ييسر في حلقات قادمة حول مقاصد هذا الصيام نقف بالتفصيل على المقاصد الكبرى في هذا الجانب. جميل. ارتبط شهر رمضان بالأكل والشرب وعدم المجامعة عند كثير من الناس، هل هو بهذه الصورة؟ هذا هو على كل الأمر الشرعي، ولكن مقصوده التقوى. يعني الأمر الشرعي أن يقول الله سبحانه وتعالى لك مثلا، يقول لك: والله صلي. كيف أصلي يا رب؟ يقول لك: يا أخي أركع واسجد وأدعو وأقرأ القرآن وكذا. ماذا أجني يا رب من ذلك؟ أقم الصلاة لذكري. يعني المقصود الأساسي من موضوع الصلاة ليس هذه الحركات. يعني الله سبحانه وتعالى قضية الحركات يريدها منك إلى أمر آخر، وهو تحقيق الذكر. كذلك بالنسبة للصيام، يريد الله تبارك وتعالى منك أنه هذا الصيام يحقق مقصوده. فليست القضية أنه أنا والله لا أكل ولا أشرب ولا أجامع، ولكن لا يمنعني ذلك من اقتحام المحرمات ولا ضياع الحقوق. لا، الله سبحانه وتعالى لم تكن هذه إرادته ولا مقصوده ولا حكمته مما شرع الله سبحانه وتعالى في هذا الصيام، فالصيام أعظم من ذلك بكثير. جميل. يعرف رمضان عند كثير من الشعوب بموسم المسلسلات والأفلام وما إلى ذلك في شتى مجالات الناس، عدا أمور ديننا الحنيف. ما هي رسالتكم في هذه القضية شيخنا؟ والله طبعا من الأشياء مؤلمة جدا في أنه يتحول سبحان الله المسلمون في هذا الشهر المبارك، هذا الشهر العظيم، إلى أن كأنه والله هم واقعين في ضيق وواقعين في كرب وواقعين في بلاء، يحتاجون إلى التنفيس فيه، يحتاجوا إلى من ينفس عنهم، يحتاج إلى من يروح عنهم، بينما المقصود مناقض تماما. يعني كأنما يعني الشارع يريد شيء والشيطان يريد شيء آخر. الشارع يريد منك الدخول إلى المساجد، تلاوة القرآن، القيام، الزيارات، تفقد أحوال الناس، أن تقوم بما يؤدي إلى نهضة الأمة بأي شكل من الأشكال. هذا ما يريد، الارتقاء من عوالم المادة إلى عوالم الروح. الشيطان يريد شيء آخر. الشيطان يريد منك الفواحش، يريد منك اقتحام الحقوق، اقتحام الحدود، يريد منك التخلي عن الحقوق. فللأسف الشديد، وطبعا نحن في ظل عوالم الآن العوالم المادية الطاغية للأسف الشديد، صارت كل المسلسلات لأنه كأنه والله يا أخي الناس في رمضان ما عندهم ما يشغلهم. كان السلف رضوان الله عليهم في رمضان تحديدا حتى الأعمال الفاضلة كانوا يتركونها لما هو أفضل منها. يعني تصور مثلا بعض علماء الحديث أمثال الإمام مالك وغيره يتركون تدريس الحديث النبوي ليتفرغوا القرآن الكريم. معناها الفاضل مع إيه؟ يعني تنتقل مما هو فاضل إلى ما هو أفضل، وهو الانشغال بالقضايا الكبرى. فكيف بمن ينشغل بما هو إيه؟ بما هو أدنى والعياذ بالله. فهذا بلا شك نوع من تلاعب الشيطان بالناس، نوع من صناعة التفاهة كما تكلم بعضهم عن هذا الموضوع. ونحن للأسف الشديد نعيش في أعظم عصر فيما يتعلق بصناعة التفاهة وصناعة عقول الشعوب في أشياء لا علاقة لها بنهضتهم ولا بإصلاحهم ولا بارتقائهم، بقدر ما هي على كل تشغلهم والعياذ بالله، وفيها اتباع لخطوات الشيطان. وأن تخرج من رمضان وكأنك لا صمت ولا صليت، بل بالعكس أنت قد تكون اكتسبت كمية كبيرة جدا من الذنوب والمعاصي وأضعت الأوقات. والشيطان طبعا في خطواته بيبدأ من الأعلى ولكن ينتهي أحيانا مع الصالحين عنده صراع. يعني مع الصالحين
كما ذكر ابن القيم عليه رحمة الله، أحيانا لما خلاص تنتصر عليه في دائرة الكفر تنتقل إلى الإسلام، يكون معك في الكبائر ويكون ثم مع الصغائر، ثم أخيرا يصارعك في الفاضل والمفضول. فأنت إذا خلاص ما شاء الله وجدك أنت دائما حريص على الخير، فهذا الخير مثلا نموذج، لو أن الإنسان بإمكانه أن يقرأ القرآن وهو قائم يصلي، الشيطان يقول له لا، اقرأ القرآن وأنت إيه؟ وأنت جالس، أترك الصلاة. وهو يدرك أنك لو جمعت بين الأمرين فهو أفضل، فخلاص وأنت صاحب خير لا يجد لك إلا هذا المدخل، يقول لك اترك القرآن وعليك به، اترك القيام وعليك بقراءة القرآن. طيب أنا أشوف هل تلاوة القرآن خير؟ أقول نعم خير، لكن ما هو الأخير منها والأفضل منها؟ أنه والله أنا أصلي وأقرأ القرآن. فتكون جمعت ما بين التلاوة والركوع والسجود والدعاء والقنوت، فهذه كلها قضايا كبيرة جدا وفاضلة حرمت منها بسبب بسيط جدا، وهو أن الشيطان مثلا يغريك بأنك وتشعر نفسك ما شاء الله طيب. وكثير من الناس للأسف الشديد ينسون الواجب الأكبر والواجب الأهم وينشغلون أحيانا بالمستحبات، فهذه كلها مداخل للأسف الشديد شيطانية. فكيف بمن شغل نفسه في هذا الشهر بالحرام، مسلسلات التي فيها إساءة للدين واستهزاء بالمؤمنين وتشويه دعاة الإسلام وتصوير الإسلام بأنه يعني يرعى الإرهاب أو غير ذلك مما نراه في المسلسلات التافهة للأسف الشديد. ويعمل الإنسان في هذه تعمل المسلسلات، تعمل القنوات في عالمنا العربي للأسف الشديد بنسبة كبيرة جدا حربا لله ورسوله في هذا الشهر المبارك. فهذه على كل من المصائب الكبرى التي وقعت فيها الأمة نتيجة تحكم صناع التفاهة في الإعلام وفي المسلسلات تحديدا في عوالم الإخراج والإنتاج. جميل. كيف ممكن للمسلم أن يحارب هذا بأكمله؟ كيف للمسلم، هل يعتزل المجتمع، هل يعتزل منزله مثلا ليتفرغ للعبادة كي لا ينشغل بهذه المسلسلات أو غيرها، أو ما السبيل في هذا؟ على كل المسألة لا تحتاج إلى كل ذلك، يعني هو لو كان الإنسان في بيته فهو طبعا أمير بيته، يفترض هكذا، يفترض أنه يكون أمير بيته وينقل، وهذه تحتاج استعداد حقيقة أنه تمهد الأسرة بكاملها. ويفضل لو أن الأسرة اجتمعت ما قبل رمضان بيوم أو يومين ووضعت لها برنامج متفق عليه، وحتى لو كتب هذا البرنامج حتى يكون أمرهم شورى بينهم، فبدل أن ينزل الموضوع في شكل قرارات صارمة كما يقال وفيها ربما معاكسة من الأطفال أو الزوجة أو كذا، يمكن للناس أن يقول والله كيف نستقبل رمضان وكيف نكون نحن في هذا الشهر وما هو برنامجنا. فمن ضمن ما يأتي فيه أنه والله نحن في هذا الشهر نقاطع تماما موضوع المسلسلات هذه التي تلهينا عن ما أمر الله سبحانه وتعالى. فيكون أيضا تدخل برنامج الحفظ، برنامج التلاوة، برنامج الإفطار الجماعي إلى غير ذلك مما يكون إن شاء الله محل اتفاق بين الأسرة، وبالتالي يكون الإنسان قوم أسرته ولم يهرب منها ولم يفر. لأنه ما الفائدة في أنه والله يفر بنفسه وتهلك تهلك أسرته. فلا بد الإنسان في هذا الشهر أن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، ناصحا لأسرته، ناصحا لأولاده، ناصحا لزوجته، حتى يشدهم معه إن شاء الله إلى الخير الذي يريده الله ويريده النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشخص يقول والله أنا أذهب لنفسي أعتكف في المسجد أو أمسي في المسجد وأترك، هذه كلها أيضا من مداخل الشيطان. جميل. ماذا على الصعيد الشبابي شيخنا؟ قد يكون الإنسان مشغول بتلاوة القرآن أو الصلاة وما غيرها، وتطلب منه والدته بحكم الإفطار أو السحور وما إلى ذلك بعض من الأغراض أو الطلبات، كيف يوفق بين هذا؟ ماذا يقدم وماذا يؤخر؟ أحسنت. على كل فيما يتعلق بموضوع الأولويات لا بد الإنسان أن يدرك مراتب الأعمال. صحيح أنك أن تتلو القرآن فضيلة من الفضائل، أن تسبح الله فضيلة من الفضائل، أن تصلي فضيلة من الفضائل، لكن أفضل من كل ذلك طاعة الوالدين وإعانة الوالدين ومساعدتهم والوقوف معهم. فإذا تصورت بأنه والله يعني تلاوتك للقرآن أفضل من استجابتك لوالدتك عندما تدعوك لأن تستعين بك في أمر من الأمور، تكون أخطأت الطريق. بالعكس، ربما لو تركت هذا الموضوع لتستجيب لها قد يجمع الله لك بين إرادتك للخير بتلاوة القرآن وبين طاعتك لوالدتك. ففضل الله سبحانه وتعالى عظيم لمن أراد أن يجمع بين الخيرين. أنت كنت جالس وتقرأ أو بدأت في النافلة لتصلي ودعتك الوالدة أو دعاك الوالد وقال لك والله أنا أريدك في الشيء الفلاني، استجيب له مباشرة لأن طاعته أولى وأفضل، وهكذا. وبالتالي هذه الأمور للأسف الشديد كثير من الشباب أحيانا تجده سبحان الله شارد من البيت حتى لا يقوم بأي عمل من الأعمال،
تجده لا يأتي إلا لحظة الإفطار أو لحظة السحور، وهو يتصور أنه دخل في هذا المجال في أعمال الخير. لا بد الإنسان أن يكون متوازنا بين شعائره وتعبده لله سبحانه وتعالى وبين واجبه الاجتماعي داخل أسرته. فأنت لك في نهاية المطاف داخل البيت وداخل الأسرة مهمة من المهام قد يحتاج إليك فيما لا تستطيعه الوالد أو الوالد من خارج البيت، وقد يحتاجون إليك داخل البيت. فكل ذلك لا بد إن شاء الله من أن يدركه الشباب وأن يساعدوا والديهم، وربما كان ذلك إن شاء الله أفضل عند الله سبحانه وتعالى مما يتصور بأنه أفضل من غيره. جميل. ماذا عن المغتربين شيخنا أو من يعيشون في بلاد غير إسلامية ويواجهون كثير من المصاعب في عدم صيام من هم حولهم في المجتمعات كفي المدرسة مثلا أو في العمل وما إلى ذلك، ما هي رسالتك لهم؟ هؤلاء سبحان الله يعني طبعا ابتلوا أول بالعيش في تلك الديار، والظروف تحمل الناس كثيرا على أن يفارقوا ديار الإسلام ويعيشون في تلك البلدان ويبتلون في تمسكهم. وسبحان الله الذي يكون صائما مصليا طائعا آمرا بالمعروف في تلك الديار ناهيا عن المنكر قد يكون أجره وثوابه أكثر من كثير ممن يعيشون في ديار المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يقول فيه: وددت لو رأيت إخواني. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، ولكن إخواني الذين يأتون من بعدكم. فعلى كل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث لأنكم تجدون على الخير أعوانا، وهؤلاء لا يجدون على الخير أعوانا. فالمجتمع الذي يكون فيه الخير متاحا والأعوان فيه كثر والمشجعين كثر، وعندما ترى الناس ما شاء الله مقبلين إلى المساجد تشجع، ولما ترى قيام الليل مع الناس تندفع، والصيام بالنسبة لك معهود لأن كل من حولك صائم. لكن لاحظ لما تريد أن تمارس هذه الشعيرة في بلد ليس فيه كل ذلك، بلا شك فإن من يفعل ذلك ربما إن شاء الله يكون أجره عند الله سبحانه وتعالى وثوابه أكثر ممن يجد على الخير أعوانا. فهؤلاء نشجعهم حقيقة ونقول لهم: ثبتكم الله وأعانكم ووفقكم لما فيه الخير. جميل. سائل يسأل: ما حكم من أدرك رمضان وعليه قضاء من رمضان المنصرم؟ طبعا الواجب الشرعي أن الإنسان لا يدخل رمضان في رمضان، يعني قدر الإمكان هذه من الواجبات المهم جدا أن يؤديها الإنسان، واجب القضاء لمن كان عليه قضاء يوم أو يومين أو ثلاث، خصوصا حتى هذا اليوم إذا كان بعض الناس مثلا ما قضوا أيامه نقول لهم سارعوا، لأن الوقت بدأ يضيق وقد يدخل عليكم رمضان. فإذا دخل رمضان الجديد طبعا فالواجب أن يصوموا رمضان، ثم بعد ذلك تبقى قضية القضاء لاحقة، وقد يكون معها بعد ذلك يعني يطعم مع القضاء. ولكن أصلا لا يدخل رمضان، لا يدخل رمضان بطبيعة الحال، خلاص أنت دخلت الآن وهذا واجب الرمضان الحالي، فالقضاء يؤدى في وقته وأنت الآن عليك بالأداء، أنا ما في مجال آخر. طيب، أيضا سؤال آخر يقول: هل تجوز الزكاة في تجديد مسجد أو بنائه؟ المساجد لا تجدد من الزكوات، المساجد هذه من الإنفاق العام، من الصدقات العامة، من الأوقاف العامة، لكن لا تبنى لا المساجد ولا صيانتها إن شاء الله من أموال الزكاة، هذا هو الصحيح. جميل. الأخت معي تسأل: ما حكم من طلق زوجته وهي حامل؟ طبعا في حالة أن المرأة ليست بحامل فالطلاق السني أن الإنسان لا يطلقها إلا في طهر لم يجامعها فيه، في طهر لم يجامعها. مثلا لو أن شخص أراد أن يوقع طلاق ولكن المرأة أتاها في هذا الطهر، يعني هي كانت طاهرة ولكن جامعها في هذا الطهر، فإنه ينتظر حتى تطهر، ثم بعد أن تطهر بشرط أن لا يجامعها يوقع الطلاق في هذا وهذه طبعا من الحكم الآن ليس مكانه، حكم عظيمة جدا، كأنما الله سبحانه وتعالى يريد لهذا الإنسان أن يهدأ وأن يفكر في طلاقه وأن يأخذ الوقت، ربما أسبوع أسبوعين المرأة لسه لم ليأتيها حيضها، فأنت في هذه الفترة سبحان الله لا يريد الله منك أن تطلق في حالة الغضب فتنتظر. لكن طبعا أحيانا المرأة لا تكون حامل، هنا إذا أوقع الرجل الطلاق وهي حامل فيقع الطلاق من حيث الوقوع، ويبقى بعد ذلك تستمر العدة حتى تضع المولود ولو بعد يومين، يعني طلق اليوم وبعد يومين أنجب الطفل، انتهى الموضوع، خلاص انتهت عدتها بوضعها للجنين. جميل. ختاما شيخنا، رمضان على الأبواب، كيف لنا أن نستقبله؟ رسالة للمشاهدين.
والله دي قصة طويلة كيف نستقبل رمضان. هذا هو. حقيقة موضوع استقبال رمضان يحتاج منا إلى كثير من الناس يجيد ما شاء الله استقبال رمضان ماديا. تجد الأسرة كلها مشغولة بالعدة، والنساء بالذات، ومشغولين بالأكل، مشغولين بالشراب، مشغولين بالطعام. هذه طبعا الناس ما نحتاج نوصيهم فيها، لأنه الكل تقريبا قبل شهر ما شاء الله يعني تجد الناس شغالة في الاستعداد. لكن الجانب الآخر الذي يغفل عنه الناس هو المهم. ما ذكرتم مثلا قضية بأن والله العلم بأننا مقبلون على فريضة من الفرائض العظيمة التي شرعها الله سبحانه وتعالى، وأننا محتاجين أن نقبل عليها بتوبة صادقة واستغفار من الذنوب وتهيئة نفسية وتهيئة روحية وتخفف من كثير من الأعمال التي ربما ليست ضرورية بالنسبة لك، تخفف عنها. ويا ليت من كانت له مثلا عطلة يمكن أن يؤخرها أيضا في هذا الشهر بحيث يتفرغ تماما في عطلته مثلا صيام شهر رمضان. أيضا مما نستقبل به رمضان موضوع العفو والصفح عن الناس الذين أساءوا إلينا وأسأنا إليهم. أيضا نحتاج إلى أن نتسامح في هذا الشهر المبارك، نقبل على أرحامنا، نقبل على أنه نحن نترك قطيعة الأرحام قبل أن يأتي رمضان، نتهيأ على كل للإقبال على هذا الشهر المبارك، لأنه سبحان الله لا تدري كم من أناس صاموا معنا رمضان الماضي وليسوا معنا ولا ربما لم يدركون هذا الرمضان. فأن نقبل عليه وكأنه هذا هو رمضان الأخير، هذا هو رمضان الأخير الذي تودع فيه أنت الدنيا، وبالتالي تكون حريصا على أن تكسب في هذا الشهر المبارك أعظم ما يمكن أن يكسبه العبد من تلاوة القرآن، من قيام الليل، من الزيارات، من زيارة المرضى، من الإنفاق في سبيل الله. وطبعا من أشهر ما اشتهر به النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان العبادة المطلقة من خلال القيام. والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا حاله واحد 11 ركعة، لكن في رمضان رمضان يكون أحيانا شد مئزره وأيقظ أهله وأقام ليله. هي 11 لكن تطول وتقصر خلال العام كلها. النبي صلى الله عليه وسلم هذا وضعه، النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يغير من واقعه شيء. لكن الشيء الآخر المهم جدا هو موضوع الجود. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان عندما يأتيه جبريل يدارسه القرآن. هذا تقريبا باختصار عن موضوع كيف يستقبل الإنسان إن شاء الله رمضان. شكرا لكم شيخنا دكتور حسن سلمان هذا التقديم وهذه الحلقة الجميلة. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. حياكم الله. الشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل في كل مكان على حسن الاستماع والمتابعة. نلتقيكم في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.